لو ظهرت عليك العلامات دي اعرف ان عندك مرض التعلق بشخص. فشوف الفيديو عشان لو طلع عندك مرض التعلق بشخص ازاي تتعافى منه. انك انت بتدخل عنده على السوشيال ميديا كتير، بيكون كده عندك فضول انك انت تعرف اخر اخباره، بيكون مثلا نازل ستوري جديده، نازل بوست جديد بيتكلم عن ايه كده، يعني انك انت دايما شاغل دماغك بالتفكير في الشخص ده، بتقعد تفكر كتير قوي يعني في الشخص ده. فطبيعي عقلك هيترجم انك انت متعلق بالشخص ده، فيبتدي طبيعي يحط كل التركيز على التفكير في الشخص ده. تاني حاجه انك انت كده بتحس انك انت ما عندكش طاقه على انك انت تعمل اي حاجه، ودايما كده كسلان انك انت تعمل اي حاجه، وده لانك انت من كتر التفكير في الشخص ده فطبيعي عقلك كده بيبتدي يخلص كل الطاقه اللي عندك وبيستنزفها وبيخلصها. خامس حاجه ودي طبعا اخر حاجه، انك انت رابط فرحتك وسعادتك بوجود الشخص ده، وده طبعا بيخليك اغلب الاوقات بل كل الاوقات متضايق بلا سبب، مخنوق من كل حاجه، زعلان، وده طبعا بيأذي نفسيتك جامد. ازاي تتعافى منه؟ تتخلص